وصفة البيتزا دي ناجحة 100%، بس ركزوا في التفاصيل وهتطلع معاكوا احلى من بره. في ربع كوباية مية دافية هنزل معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر وادوبهم في بعض واغطيها لمدة حوالي 5 دقايق. احنا بنختبر الخميرة، اول ما تخمر وتطلع بابلز كده يبقى هي تمام. في بولة بقى هحط الدقيق واحط رشة ملح ورشة زعتر وهقلبهم في بعض. بعد كده هحط الخميره بتاعتي وشويه زيت زيتون وافضل اقلب واخلي جنبي كوبايه ميه دافيه. كل ما احس ان عايزه ميه وانا بعجن احط. لو هتعجنوا بايديكم انتوا محتاجين صحه جامده قوي، وهتعجنوا حوالي 15 دقيقه تلت ساعه، لان العجينه لازم تكون طريه جدا. وهفضل اعجن بقى بكل صحتي. ولو في العجانه هتسيبوها حوالي 10 دقايق على اعلى سرعه. بس عايزه اقول لكم العجن بيطلع كل الاسترس اللي عندكم، فانا بحب اعجن بايدي. اول لما العجينه بقى تبقى طريه معاكم وخلاص تتاكدوا ان هي بقت تمام وبالشكل ده، هنحطها في بوله ونحط عليها زيت زيتون ونكون مدفين الفرن ونغطيها كويس وندخلها الفرن الدافي ونطلعها بعد حوالي ساعه ساعه وربع. يلا بينا بقى نحضر اسهل صلصه بيتزا لحد ما العجينه تخمر. هنحط في بوله صلصه، شويه ميه دافيه، زيت زيتون، ملح، سكر، توم باودر، بصل باودر، زعتر وبابريكا. والزعتر كتروه شويه لو بتحبوا كتير. وهنقلبهم في بعض وكده الصلصه خلصت. وده شكل العجينة بتاعتي بعد لما خمرت. هقسمها كور وافرد الكورة كده بالراحة واشدها بالراحة واغطي الباقي واجيب صينية وادهنها زيت وافرد العجينة من جوه لبره. ما تنسوش تكونوا مشغلين الفرن وسايبينه على اعلى درجة حرارة. وهخرم العجينة بالراحة كده بالشوكة وهفرد الصلصة بتاعتي، بس خلي بالكم انها ما تجيش على الطرف. وهحط الموتزاريلا وبرده ما تجيش على الطرف. وهرش رشة زعتر ورشة زيت زيتون وادهن الاطراف زيت زيتون. وتقدروا تعملوها بالحشو اللي انتوا عايزينه. بعد حوالي 10 دقايق بصوا عليها، لو لقيتوها اخدت لون يبقى هي كده تمام قوي. هنقفل الفرن على طول ونفتح الشوايه لمده 3 دقايق تاخد لون. وبس كده، طلعوها تهدى وقطعوها، تاكلوا احلى بيتزا.